بلاش تقول للعيان بتاعك كده. ده الجزء الاول. اول حاجه بلاش تقولها للعيان بتاعك اللي هو انت ظهرك بايظ. مفيش حد ظهره بايظ. الظهر فيه عضلات كبيره جدا وعضلات قويه جدا تقدر تشيل حاجات تقيله وتقدر تستحملك لو انت بتعمل حركه كتير على مدار اليوم او بتوطي كتير او بتشيل حاجه تقيله او بتشيل ابنك او ايا كان الاكتيفيتي اللي انت بتعمله. وكمان الغضاريف والعظم والعضلات اللي في الظهر بيتاقلموا على الحمل اللي انت بتحطه عليهم وبيبقوا اقوى مع الوقت. يعني كل ما تبقى بتتمرن بتشيل اوزان اكتر بتعمل اكتيفيتي اكتر، فانت كل حاجه في جسمك بتتاقلم على الحاجات اللي انت بتعملها دي. فمش معنى ان في عيان جاي لك عنده وجع في ظهره او عنده تسميع مثلا في رجله ان هو كده ظهره بايظ. ما انت ممكن مثلا يجي لك مرض جلدي وايدك شكلها يتشوه لفتره معينه، هل ده معناه ان ايدك بقت بايظه وغير صالحه للاستعمال؟ اكيد لا. فبدل ما تقول لحد ان ظهره بايظ وتعقده في عيشته وتحسسه ان هو ضعيف، قول له لا والله انت عندك الاصابه الفلانيه ومحتاجين بس ان احنا نعمل علاج طبيعي ونعمل تقويات لظهرك عشان الحمل اللي انت كنت حاطه على ظهرك الفتره اللي فاتت كان زياده شويه فظهرك حصل فيه اصابه، وبشويه تقويات بسيطه وشويه تغيير في اللايف ستايل هترجع احسن من الاول.